السلام عليكم يا شيخ. حياك الله يا موسى. عليكم السلام. كم عمرك؟ ما اقدر اقول يطردوني. والله ما حد يطردك يا رجال، انا اعرفهم الجاكم كلهم من رئيس مجلس الاداره الى الموظف اللي جزاك عندهم. الله خير. قل عمرك ما عليك. يطردون. اقول لك ما يطردونك، تسمع الكلام ولا لا؟ خلاص ابشر. كم عمرك؟ 13. 13 ما 13. شاء الله تبارك الرحمن. هذاك في التيك توك يطردونك، هنا ما حد يطردك. انت في برنامج سعودي ويحترمون الصغير والكبير. لو عمرك سنتين وتتكلم سمحوا لك تتكلم. يا تفضل. شيخ انا عندي حلم ابي افسره. ابشر يا حبيبي تفضل. حلمين مو بحلم. لو حلمين. تبغى 600 حلم عطني حلوم جيرانك وزملائك. جزاك الله خير. يا شيخ حلمت حلم. في مرة قعدت تمشي انا وولد خالي، لقيت 4 أقزام. هم حريم لهم شنب، سمرة وبيضة وسودة وبيضة مرة. يقول عندنا اسرار نبي نقول لك اياها. وانا اخذت السوداء، الباقيين سحبت عليهم. طيب. تقول الله يهديك يا موسى، الله يهديك يا اخي. الشرع يا حل، الشرع حل الاربع. يلا يلا، مبروك مبروك مقدما. طيب وبعدين؟ هي تقول بنقول لك اسرار. استغفر الله تبي ليه. الله يسامحك يا موسى. تقول ايه، بنقول لك اسرار. من اللي قالت لك هذه اللي انت اخذتها السمراء؟ ايه. ايه. تقول بقول لك اسرار. تقول فلانة وفلانة، فلانة وفلانة امم يدخنون. امم يدخنون. سمتهم بالاسماء وتعرفهم؟ تعرفهم اللي علمت عليهم هذه؟ ايه اقاربي. امم وتقول فلان وفلانة ولدهم مو ولدهم، ولد فلان وفلانة. امم بس تقول انتهى. ولدهم، تقول ولدهم. مو ولدهم، ولد فلان وفلانة. يعني ذكرت عائله عندكم تعرفها انت، ان ايه. عندهم ولد، والولد هذا انت تعرفه، ايه. وقالت هذا الولد ترى مو هو بولد العائله هذه، ايه. ولد العائله الفلانيه، وسمت عائله ثانيه، ايه. والعائله الثانيه هذه انت ما تعرفها. لا لا اعرفها. طيب. والحلم الثاني يا شيخ، آه كنت قاعد أمشي وأقول بطني في ألم، يمسكني واحد يقول أنت فيك موية زرقاء، يقول من عند كتفي اليمين لحد كليتي اليسار. خلاص. لا لا. ويمسكني من وراء وأتشنج بالحلم، كلمة واحدة عجزت أتكلم. ألم وبس. وبعد قلت خلاص حس إني مرتاح، حس إني بكامل قوتي، وأقوم من النوم وفيني ألم بظهري من قوة الألم من الحلم. طيب تمام. متى شفتهم المنامات هذه؟ قبل فترة. قبل كم يعني؟ سنه، سنتين، 6 شهور؟ لا أقل، شهرين 3. طيب تمام تمام. انت تعاني من مشاكل بالسمنه او مشاكل بالجلد؟ ايه. السكر. عندك سكر؟ ايه. الله يكفيك شره. من متى؟ امين. من 7 سنين. يعني من عمرك تقريبا 6 سنوات. ايه. الوالده والوالد سليمين من السكر؟ ايه. وخوالك والخوات والاقارب اللي عندك اللي مقربين ما عندهم سكر؟ لا. بس خالتي بس اللي فيها اي طيب. سكر. طيب. اسمك موسى صح؟ ايه. موسى حبيبي، لازم هلا. لازم لازم ابوك يرقي عليك، لازم يرقي عليك ابوك حتى يروح اكيد. السكر، لان السكر اللي انت فيه ربما يكون لا، مو سكر طبيعي، ربما يكون من عين او من مشكله حدثت معك، او خوف وانت صغير، او اي امر من الامور تسبب لك في مشكله السكر، وراح يروح باذن الله سبحانه وتعالى وترجع طبيعي. ان اذا شاء رقوا الله. عليك، اذا رقوا عليك واستمروا عليك برقيه بزيت زيتون والفاتحه طبعا، ويدهنوا لك السره، دائما يحطون بالسر زيت وبالظهر كامل، من الرقبه حتى اسفل الظهر، يعني يدهن عندك الظهر كامل ويدهن عندك البطن بما في ذلك السره يكون فيها زيت زيتون عليه، خاصه سوره الفاتحه لا تنسى، سوره ان شاء الفاتحه الله. والفلق، ضف عليها الفلق والمعوذات ولا الكافرون والاخلاص. الشيء الثاني انه هذا المنام اللي انت شفت النساء، 4 نساء بجميع الاشكال، انت ايه. اخذت السمره وتكلمت معك ايه. واعطتك بعض الاسرار، ايه. وقالت الفلانيه تدخن. طبعا احنا نعرف ان الدخان استخداماته في الواقع ايه. انه الشباب يزعمون يعني انه يريحهم نفسيا، وانهم يعيشون جو، وانه يعني شيء كويس، يعني شيء يريح، ولكنه في الواقع سيء. فربما البنات هذولي اللي او الاشخاص اللي ذكرتهم
انهم يدخنون، ربما انهم عندهم مشكله اصلا، يعانون من مشكله ايا كانت المشكله، حتى لو كان بعض العصيان او الخلافات او شيء في الاسره يعني، ولكنهم يحاولون يصلحون هذا الشيء بخطا، يحاولون يصلحون اوضاعهم بخطا. يمكن ما فهمت علي، لكن انا فسرت لك، يمكن واكيد انك انت ذكي اكيد فهمت. يعني هم يمرون بمشكله ويحاولون يصلحون مشكلتهم باخطاء، إيه. يعني يصلحون خطا بخطا، ما صلحوه بصح. إيه. هذا شيء. هذول اللي يقولون الولد هذا ما هو ما هو ولدهم، ولد إيه. الاسره الفلانيه، إيه. ما اقدر افسره بالشكل اللي انا ابغى افسره فيه، لكن بقول كلمه. ربما ان هذا الولد الله اعلى واعلم كم عمر الولد؟ سنة ونص، ممكن سنتين. يمكن انه يمر بظروف صحيه واهله بدوا يعني كانهم يتضايقون من الظرف الصحي اللي هو فيه، او يعني يبكي او شويه ما هو مريح في البيت، يعني متعبهم شوي فيتضايقوا من هذا الامر فقط، ما في شيء يا موسى. اهم شيء عندي الحين انت انك ترقي نفسك زي ما قلت لك، لا تترك الرقيه. اذا كان في احد من اهلك الان يسمعني يا ضروري شيخ، جدا. نعم يا حبيبي. أمي عندها حلم بعد، طيب ابشر حلم واحد بس. ابشر ابشر. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، حياك الله. يا شيخ، حسنك بخير. الله يسلمك بخير الحمد لله، شكرا لك. تفضل. شيخ الله يسعدك. امين يا دنيا، الله يبارك فيك. الله يبارك فيك يا دنيا، الله يعطيك الصحه والعافيه ويرزقك خير. نعم امين يا رب. شيخ، حلمت ان قدام بيتنا القديم كأنها موية سيل، كأنه غرق، والبيت هذا أنا أقول كأنه الأخواني من أبوي وزوجته، هو بيتنا العائلة، لكن أنا أنسبه لهم. وقدام البيت في الشارع هذا موية كثير، وهم يحاولون ينظفون الموية هذه، تنزل في الأرض وترجع مثل ما كانت وينظفونه، بس أنا أشوف إنه غرق قدامي. وانتهى الحلم، هو كان طويل بس أذكر نهايته هذه. طيب انت قلتي انه انت فتحتي الباب وشفتي ماء بالشارع امام البيت اللي انتم فيه، ولكن كانه مو ببيتكم، بيت من؟ هو بيت قديم لنا احنا العائله، زوجة ابوي واخواني، لكن انا في الحلم اقول ان البيت هذا بيتهم هم، خاص فيهم لهم. بيت من؟ بيت اهلك؟ اي بيت اهلي، بس اني انا انسبه لاخواني من ابوي وزوجة ابوي. طيب احنا نعرف دائما انه الاشياء اللي مؤذيه في الواقع مؤذيه في المنام، في الغالب يعني في الغالب. أيوة. الماء على كل احواله طيب، ولكنه مؤذي في حالات عندما يكثر ويغرق الانسان فيه او يكون ملوث بالمنام. فاذا كان شفتيه انت ملوث، هذا يدل على انه في احد يغتاب من المنزل هذا، ربما يكون عندهم بعض الغيبه للاسف الشديد، ويكثرون من الغيبه، يغتابون الناس باي امر من الامور، مو بشرط يكون يعني قاسي جدا، ولكن تعتبر غيبه، ذكر اخاك بما يكره. شكرا يا دنيا، والله نوعتي كل شيء، ما خليتي شيء بالجو. الله يكرمك دنيا، الله يبارك فيك يا دنيا، تسلمين. شيخ، انا اقول لك هم اخواني اللي من ابوي هم اللي ينظفون الشارع هذا من الماء، ينظفونه من الماء. اي، وانا كأن البيت ولكن هذا البيت هذا يخص من؟ يخصنا كلنا، بس انا انسبه في المنام انه لهم، مو بلنا احنا يا زوجة الاب الاولى وبناتها وعيالها، لا انا طيب. اقول انه بيت خاص فيهم، لكن المويه شفتها في الشارع قدام البيت ذا، وهم ينظفون الماء وما ما نظف. ايه، معناته ان فيه امر. اذا كان الماء غير جيد، اذا كان غير نظيف، يعني مو بنظيف، انت شفتيه مو بنظيف، والله ما اذكر، بس اشوف انهم ينظفونه بس ويرجع ينزل في الارض ويرجع، وانا اقول يا الله هذا غرق، اقوله كذا يعني. اي نعم، معناته هذا امر يمرون فيه، او لا سمح الله شيء غير جيد يمرون فيه ويحاولون اصلاحه، لكنهم ما استطاعوا اصلاحه، سواء كان اشياء ماديه او خلافات اسريه، او لو لا سمح الله اشياء دينيه مثل الغيبه مثلا. انا ذكرت الغيبه وكررت فيها لانه يبدو انه فيه احيانا بعض الناس يذكر احد بامر، اما هذا الشخص اساء لي فانا دائما اذكره بسوء لانه هو اساء لي اصلا، فهذا يعتبر برضه كذلك من الغيبه، او انه يمرون بظروف غير جيده ويحاولون اصلاح الامر وما استطاعوا اصلاحه. نعم. تمام، الله يعطيك العافيه وجزاك خير. يا ابو موسى قبل لا تروحين اسمعيني، هذا الولد موسى اللي يتكلم معي، اسال الله ان يحميه ويحفظه، ضروري جدا شوفيني انا بلغت الكلام، ضروري جدا ترقونه وتحرصون على رقيته، وتدهنون العمود الفقري من منابت الشعر حتى اسفل الظهر ليليا بزيت زيتون اللي على صوت الفاتحه والفلق حتى يسلم من السكر، لان هذه المنامات اللي ذكرها الولد ربما تكون اصابته عين قديمه او فجعه او تعرض لفجعه او تخويف. اي لا، هو بعد مناسبه تعب فجاه. نعم، معناته شكرا يا دنيا، معناته ترقوا الولد، لا تهملونه ابدا. الله يجزاك، شكرا.